أهلا بكم. الرباط تتزين باللون الأحمر تشجيعا للوداد الرياضي ممثل المغرب في الموندياليتو. الجماهير شدت رحالها إلى العاصمة إلى المركب الأميري مولاي عبد الله، حيث ستلعب مباراة ربع كأس العالم للأندية بين الوداد والهلال السعودي. ننقل أجواء ما قبل المباراة في الريبورتاج لمصطفى السعدوني. عبد الرحيم عابد التحرير لنادية اليوبي. الجمهور المغربي وإن اختلفت ألوان أقمصته يتوحد اليوم عند القميص الأحمر، فنزال وداد الأمة لن يكون بالأمر الهين وهم أصحاب الدار وإليهم توجه اليوم كل الأنظار. مساندو الفريق الأحمر يتطلعون لأن تكون فرحة المرور إلى النصف النهائي في سباق الموندياليتو، امتدادا لفرحة تأسست في قطر وما زالت نشوة الانتصارات بها تنعش نفوسهم. واليوم غنديروا كما دارت المغرب في قطر، وان شاء الله غنديبوها من هنايا من المغرب، غنجيبوها وديما وداد. كنتمنى مقابله اليوم تدوج في اجواء اللي ناضيه، وان شاء الله الكاليفيكاسيون من لهنا وباقي احنا عائله، هذه حاجه نورمال وديما وداد. حنا جينا من برا انا والخوادري ديالي وجينا نشوفوا الماتش، تولي ماتش في المغرب هنايا، ما كتبش فينا لقطر، جينا نشوفوا بلادنا هنايا، الماتشات اللي كاين هنايا. لم تثنهم عن السفر إلى العاصمة الرباط أي عقبة، فروحهم معلقة على نزال ينتظر أن يشهر فيه وداد الأمة أسلحته في مواجهة الهلال السعودي الملقب بالزعيم، وهو أكثر الأندية السعودية فوزا بالبطولات المحلية وأكثر الأندية تحقيقا للبطولات القارية، وهو المدجج بأسماء محترفة كبيرة. أنا بسام مقيم في المغرب من السعودية، وجايين ندعم فريقنا الهلال إن شاء الله، نتمنى ان شاء الله الفوز للهلال، وكمان نتمنى التوفيق ان شاء الله للفريق الودادي المغربي، واحنا اخوان. جايين اليوم عشان نشجع فريق الهلال، ونتمنى ان شاء الله يكون نتيجه تكون مشرفه ان شاء الله، وليش لا يتاهلون حتى للنهائي ان شاء الله. الوداد في ثاني حضور مونديالي له زاده الإصرار وسلاحه المساندة الجماهيرية اللامشروطة، يسعى للبصم على مشاركة متميزة في موندياليتو الكبار. خير، الله يعاونكم. الوداد الرياضي البيضاوي والهلال السعودي أجريا أمس آخر حصة تدريبية لهما عشية المباراة. الوداد يأمل في بداية موفقة في هذه المباراة لإبقاء الحضور المغربي ناجحا كنجاح التنظيم. أسامة العبادي. بصفوف شبه مكتملة خاض نادي الوداد الرياضي آخر حصة تدريبية له قبل ملاقاة نادي الهلال السعودي ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية، وعناصر الفريق الأحمر تعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها. المباراة ما كتقبلش تقسم على جوج فراقي، دونك يمكن قرينا جميع السيناريوهات، يمكن حطينا جميع السيناريو اللي يقدر يوقع في المباراة. نتمنى ان شاء الله نكونوا موجودين ان شاء الله باش نحاولوا ما امكن نحسموا اللقاء في صالحنا ان شاء الله. الحمد لله استعدينا ذهنيا وبدنيا. احنا على علم ان المقابله ما غاديش تكون سهله امام بطل اسيا. حضرنا لهم بما فيه الكفايه، وان شاء الله كنتمنى من الله اننا نكونوا في نهارنا ونفرحوا الجماهير اللي غادي تساندنا ان شاء الله. من جهته ممثل قارة آسيا يسعى إلى مواصلة الحلم العالمي من بوابة أهل الدار، معولا في ذلك على خبرة لاعبيه في مقدمتهم قائد الفريق سالم الدوسري والمهاجم موسى ماريغا، الذي يعلم بأن مواجهة بطل القارة الإفريقية لن تكون سهلة. إنهم أبطال إفريقيا ونحن أبطال آسيا، إنها كأس العالم للأندية وهنالك بطل في مواجهة بطل، يجب علينا احترام الخصم. كلاعب للهلال أتطوق للعب أمام جماهير الوداد، رأيتهم إنهم يحتفلون بطريقة مدهشة، إنها تجربة رائعة بالنسبة لنا. الوداد الرياضي وبعد مشاركته الأولى في الموندياليتو والتي لم تكن بالموفقة، يطمح من خلال هذه النسخة إلى البصم على مشاركة مميزة قد تصل حد الحضور في آخر مشاهد البطولة.